عاملين ايه يا احلى بنوتات؟ النهارده هقول لكم على افضل طريقه لازاله شعر الوش من غير ما بشرتنا تحبب او مثلا انها تتحسس او مثلا ان الشعر يتشال من منطقه ومنطقه تانية. لا، بصوا بقى، في طرق كتير لإزالة شعر الوش، زي مثلا الشمع، الفتلة، البراون، وكمان في الشفرات. وبصراحة الشفرات ده الحل الأمثل بالنسبة لي لإزالة شعر الوش. بصراحة الشفرات بتبقى سهلة وسريعة جدا، وكمان بتحسي يعني ان وشك كده بينور من النظافة وبيلمع بعد ما بتستخدميها. اولا كده عايزة اقول لكم ان الشفرة مش بتطلع الشعر اسمك خالص، ومش برضو مش بتطلعه اسرع. هي الفكرة بس ان الشعر مش بيتشال من الجلد فبتحسي ان هو طالع على طول، انما هي ملهاش اي تأثير على ان هي تطلع الشعر بسرعة خالص. طيب هتقوليلي انا استخدم الشفرة كل قد ايه؟ بصي، مش مفروض ان انت تستخدميها ولا كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل شهر، انت بتستخدميها كل ما تحتاجي. يعني مثلا كل كده ما تحسي ان خلاص الشعر بقى واضح بالنسبة لك، يعني كل ما تحسي ان انت خلاص محتاجة انك تشيلي الشعر بتستخدميها، او مثلا عندك مناسبة او حاجة زي كده بتستخدميها. انما بقى كترها او قلتها مش بيأثر خالص على كثافة الشعر او ان الشعر يطلع اسرع والكلام ده، لا خالص. انت استخدميها في الوقت اللي تحسي ان خلاص الشعر خلاص بقى مثلا حسيتي ان هو باين، فخلاص تبتدي ان انت تستخدميها. تعالي بقى اقولك على الطريقة الصح علشان تستخدمي الشفرة من غير ما تسبب لك اي حساسية ولا بقى تطلع لك حبوب ولا الكلام ده خالص. بالعكس، هتبقى بعديها كده بشرتك منورة ما فيهاش اي شعر. هقولك بقى على 10 خطوات لازم تعمليهم وانتي بتستخدمي الشفرة. اول حاجة، الشفرة لازم تستخدميها على بشرة نظيفة خالص، فلازم الاول قبل ما تستخدمي الشفرة تستخدمي الغسول المناسب لنوع بشرتك، عشان بقى تتأكدي بقى كده ان بشرتك خلاص بقت نظيفة خالص، ما فيهاش بقى ولا اي ميك اب ولا اي حاجة خالص. بشرتك كده يا دوب انت خلاص غسلتيها ويلا بقى بينا نشيل الشعر. ومن اهم الخطوات اللي لازم تعمليها مع استخدام الشفرة هي تعقيم الشفرة. الشفرة لازم تتعقم قبل ما تستخدميها. هتعقميها بايه؟ هتعقميها بالكحول العادي اللي هو موجود في كل الصيدليات. بصوا اهو الكحول كده، هتبتدي بصوا ان انتي تعقميها، ترشي عليها كده تمام، وتسيبيها بقى تنشف بقى كده شوية، وبعد كده تبتدي ان انت تستخدميها. وخلي بالكم يا بنات، خطوة التعقيم دي بتبقى قبل استخدام الشفرة وبعدها كمان، علشان برضو تتأكدي ان الشفرة مش هتنقلك اي عدوى ولا اي بكتيريا. بصي بقى، في طريقتين وانت بتشيلي الشعر بالشفرة. اول طريقة، يا اما تخلي بشرتك فيها مثلا جل او حاجة كده تكون يعني تساعدك على استخدام الشفرة، او ان بشرتك تكون ناشفة خالص وما تحطيش عليها اي حاجة. طيب لو انا بقى عايزة استخدم حاجة كده يعني تساعدني وانا بمشي الشفرة على بشرتي، ممكن ان انتي تستخدمي اي غسول يكون بصوا القوام بتاعه ان هو يكون قوامه جل كده، فلما تيجي بقى توزعيه على بشرتك هتلاقيه ان هو لازق كده، فايه بيزحلق معاكي الشفرة على البشرة، فهيشيل معاكي الشعر كويس. بس اهم حاجة يكون القوام بتاعه جل علشان يديكي عارفة حتة اللي هي زحلقة البشرة كده، عشان ايه تعرفي ان انت تشيلي الشعر كويس. او ممكن برضو تستخدمي اللي هو جل الصبار، حلو برضو جميل، هيزحلق برضو معاكي الشفرة على الوش. او ممكن ان انتي برضو تستخدمي اي زيت عندك، زيت جوز هند مثلا، لو عندك بيبي اويل برضو ماشي. المهم ايه، حاجة كده يعني فاهمين انا الغرض ايه، ان هو يزحلق الشفرة على البشرة. فدي الطريقة اللي ممكن تستخدمي الشفرة على حاجة لزجة بحيث انها تساعدك على ان انتي تشيلي شعر الوش. في بقى الطريقة التانية وهي ان انتي تستخدمي الشفرة على الناشف. الشفرة بتاعتك اهي ووشك خلاص انتي غسلتيه بالغسول بتاعك خلاص تمام، هتبتدي ان انتي بقى على طول تنشفي خلاص وشك بعد ما غسلتيه بالمية، تنشفيه كويس وبعدين تبتدي ان انتي تستخدمي الشفرة. الطريقة بقى دي حلاوتها في ايه؟ انها مش بس بتشيل الشعر الوبري، لا كمان هتحسي انها بتشيل الجلد الميت، وانتي بجد هتشوفيه يعني بعد ما تخلصي كده هتحسي فعلا ان في جلد ميت نزل. انا بصراحة جربت الطريقتين، يعني حسيت لا ان لما بستخدم زيت او جل او حاجة كده بتزحلق الشفرة فما بيدينيش لا نفس النظافة واللمعان، وبحس فعلا ان في جلد ميت اتشال
زي ما بستخدمه على الناشف. على الناشف بحس فعلا وبشوف بعينيا ان في جلد ميت اتشال، فبالنسبه لي على الناشف افضل بكتير. فانتي بقى جربي الطريقتين وشوفي بقى انه طريقه هترتاحي عليها اكتر، واللي ترتاحي عليه اعمليه. الخطوه بقى اللي بعدها ان وانتي بتستخدمي الشفره، بصي بتشدي البشره حاجه بسيطه كده، وتبتدي ان انتي تشيلي الشعر، عشان لو سبتي وشك وهو مترهل كده لا ممكن مثلا ان انتي تتعوري. لو سبتي وشك كده من غير ما تشديه ممكن تتعوري، فلا انتي مثلا بتشدي مثلا بشرتك حاجه بسيطه كده لفوق، وتبتدي ان انتي تشيلي الشعر. حاجه مهمه كمان اننا بنشيل الشعر في اتجاه نمو الشعر. فانت بقى شوفي اتجاه نمو الشعر عندك ازاي، مثلا نازل مثلا على تحت كده فبتشيليه كده، جاي مثلا بكيرف كده فبتشيليه كده. المهم ان انت تمشي في اتجاه نمو الشعر، لكن ما تمشيش بقى عكس اتجاه نمو الشعر، لا، عشان خلي بالك لو شلتيه عكس اتجاه نمو الشعر هتلاقي بقى حبوب وحساسيه. انت بقى عموما عشان تتجنبي بقى اي مشاكل ممكن تحصل لك، لا امشي في اتجاه نمو الشعر. وفي كمان حاجة تانية، لما تيجي تشيلي الشعر بتشيلي حتة حتة. يعني انا بصوا مثلا اهو بشد كده واخلص الحتة دي ابتدي ادخل على الحتة اللي بعدها، لكن بقى ايه ما انزلش كده مرة واحدة كده، لا انا بشيل حتة حتة. تمام؟ لان خلي بالك لو شلتي بقى كله كده مره واحده، اولا مش هيتشال معاكي كويس، ثانيا طريقه غلط جدا. فانت لا تشيلي حته حته كده، بدل ما لو شلتي كله مره واحده هتضطري ان انت تعيدي تاني، فلا. وبعد ما تخلصي برضو ما تنسيش تعقمي الشفره. وانا عن نفسي طبعا بستخدم اللي هي فلامينجو. فلامينجو حلوه جدا، موجوده في كل الصيدليات، بس حاولي انك تجيبي الاصلي مش الكوبي. اوريجينال بتفرق جدا في الكواليتي وكل حاجه، فانت حاولي ان انت تجيبي الاصلي، وهي كده كده اصلا يعني هتقعد معاكي فتره كبيره على حسب انت استخدامك ايه. وبصوا فلامينجو كمان حلاوتها ان بصوا يعني بتبقى مشرشره كده، وخلي بالك ما تجيبيش الشفرات اللي هي بتبقى بموس كده، بتبقى حاده جدا وممكن اصلا تعورك، وكمان بتبقى محتاجه يعني حد متمرس. لكن بصوا اللي هي المشرشره كده اللي هي زي فلامينجو كده حلوه جدا، ولو انتي يعني هي مش محتاجه برضو حد متمرس قوي، فحلوه جدا لو انتي لسه برضو مبتدئه. وفي كمان اللي هي الشفرات اللي هي بتبقى صغيره برضو، دي حلوه جدا ودقيقه جدا في انها برضو تشيل الشعر في المناطق اللي انتي مش هتعرفي تشيلي الشعر منها بالشفره الكبيره. وبتقدري بقى ان انتي توصلي لاي منطقه زي مثلا منطقه الحواجب كده، الجزء ده هنا، فممكن انتي لو عملتي الجزء اللي هو بتاع الحواجب ده بالشفره الكبيره ممكن مثلا تعوري نفسك لو انتي مش متمكنه قوي. فالشفره الصغيره بتوصل بقى للاماكن دي كلها، حلوه جدا. فالشفره جميله وهتقعد معاكي فتره كبيره جدا طول ما انتي بتعقميها وبتحافظي على نظافتها، وهتديكي نتيجه حلوه جدا لحد بقى فين وفين لما الشفره بقى خلاص تحسي يعني انها كده ايه ما بقتش زي الاول، يبقى بقى وقتها غيريها. بعد بقى ما خلاص شلت شعري بالشفره، الخطوه بقى اللي بعدها يا اما ان انا بغسل وشي بميه ساقعه او ميه فتره عادي برضو، او يا اما اني بحط ميه ورد. ويا سلام بقى لو ميه الورد بقى دي تبقي مسقعاها كده في التلاجة وتحطي بقى على بشرتك بعد ما تعملي بقى الشيفنج، هتحسي بقى كده بانتعاش وكمان هتهديها قوي. بعد بقى مثلا على بالليل كده بقى لما بشرتك بقى خلاص تهدى خالص، ممكن انك تبتدي بقى تستخدمي المرطب بتاعك ترطبي بشرتك، بس خلي بالك اهم حاجه انه يبقى خالي من العطور. المرطب بتاعك يبقى مفيهوش عطور، لان اي عطور بعد استخدام الشفره ممكن انها تسبب لك حساسيه او تهيج في بشرتك، فالافضل انك تستخدمي مرطب ما يكونش فيه عطور خالص. وحاولي بقى كده يعني بعد الشفره يعني ريحي بقى وشك كده، ما تحطيش عليه ميك اب ولا اي حاجه، ما تحطيش عليه حاجه خالص، ريحي بشرتك، عشان كمان لو حطيتي ميك اب ولا اي حاجه ممكن يسبب لك حساسيه تهيج في البشره، فريحي بشرتك بعد الشفره.
ولو انت حاسه مثلا ان في مثلا اي حته كده في بشرتك ملتهبه او حمراء او اي حاجه بعد ما تستخدمي الشفره، ممكن انك تستخدمي اللي هو فيوسيزين. ده حلو قوي بعد ازاله الشعر، يعني هيهدي برده معاكي بشرتك. يعني ده نادرا ما بيحصل، يعني ان انت مثلا يبقى في حته ملتهبه او احمرار او كده، بس لو حصل معاكي استخدمي الكريم ده، حلو جدا، موجود في كل الصيدليات، جميل قوي بعد ازاله الشعر. وفي كمان حاجه مهمه عايزه اقولك عليها، لو بشرتك مثلا فيها حبوب، في مثلا حبايه او حاجه، اوعي تيجي على الشفره، اوعي تيجي على الحبايه بالشفره خالص، لانك لما تنكشي كده الحبايه اولا هتخرجي البكتيريا اللي جواها، وهتعملي كمان للحبايه نفسها التهاب، فممكن بعد كده بقى تعلم. ثانيا بقى انت هتاخدي بقى البكتيريا اللي فيها وتوزعيها بقى على بشرتك كلها، ما انت هتاخدي البكتيريا اللي في الحبايه دي وبعدين بقى تروحي على بقيه البشره بالشفره، فانت كده هتوزعي بقى الحبوب على وشك كله، هتلاقي بقى بشرتك كلها حببت. فانت ابعدي عن المناطق اللي فيها حبوب خالص. في كمان حاجة عايزة اقولك عليها، الشفرة بتبقى حلوة قوي مع الشعر الوبري اللي في الوش، لكن المنطقة دي ممكن انك تستخدمي لها الفتلة، او ممكن برضو تستخدمي براون اللي هي بالملقاط والكلام ده، يعني الطريقة بقى اللي تريحك، ده بالنسبة للمنطقة دي. لكن بقية الوش سواء بقى هنا او مثلا منطقة الحواجب، كل ده الشفرة حلوة جدا. في كمان حاجة عايزة اقولك عليها، الشفرة حلوة جدا، فظيعة في تنظيف منطقة الانف، حلوة قوي، بتخلي بقى بصي يعني مناخيرك كده نظيفة وبتلمع تحفة. بصي بتجيبي الشفره كده وانت ماشيه على وشك، وتبتدي بقى بصي ان انت تاخدي كده منطقه منطقه كده في الانف، بس تستخدمي اللي هي، حاولي بالذات منطقه الانف استخدمي اللي هي المشرشره، ما تستخدميش اللي هي الحاده لان ممكن تعورك، لكن المشرشره حلوه جدا وان شاء الله مش هتعورك. فبتاخدي بقى بصي يعني منطقه منطقه كده، وتبتدي بقى انك تشيلي بقى الجلد الميت، حلوه جدا. وبس كده يا حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا بفيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك كتير على الفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وتعملوا شير لاصحابكم البنات عشان يستفادوا بفيديو النهارده. وبشكركم واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه، بحبكم قوي، باي.